اسمعوهم. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اتفضل يا كابتن سمير. مباراه السوبر الاهلي وبيراميدز قرر تشكيل الحكام كولكشن بين محمود البنا واحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح مصريين. الحكم الرابع احمد عيسى الامارات، ومعاه عمر العلي فار، وجاسم عبد الله ابن علي. شوف الحالات سريعا. اول حاله كانت في بدايه المباراه، قرار ممتاز من محمود البنا، احتساب ركله حره مباشره وانذار بس على علي جبر، مش كارت احمر. انت عارف لازم الاربع حاجات يتضافوا، الاتجاه موجود، المسافه موجوده، سيطره على الكره موجوده، ما عدا حاجه واحده، عدد المدافعين. هنا عدد المدافعين، في مدافع لبيراميدز فهتتحول من كارت احمر لكارت اصفر، ده كان قرار ممتاز من محمود البنا. دي الحاله الاولانيه. ماشي. الحاله الثانيه، طبعا المباراه صعبه جدا من اولها لاخرها. الحاله الثانيه ركله حره مباشر ممتاز، برافو على محمود البنا، احتسبها، بس هنا ينقص العقاب الاداري. طبعا هنا الايد خارجه بره الجسم، في اعاقه للكره وهي رايحه، يبقى لازم هنا في انذار على علي جبر، ودي كانت في الدقيقه 32. كان لازم هنا كارت اصفر. كارت اصفر لازم على علي ماشي. جبر. يعني كان لازم هنا يطرد بقى لانه كان واخد اصفر. احنا قلنا في انذار اولاني ودي انذار ثاني، الانذار الثاني يبقى طرد. احنا بنجيب حاله بغض النظر هو كان عنده ايه. ماشي. الحاله التحكيميه، هنا الحاله التحكيميه في انذار، يبقى كان المفروض يبقى بطاقه الانذار الثاني ويبقى كارت احمر. حاله مهمه جدا في المباراه. اول حاجه هنا مفيش اي تعمد، بس التعمد اتلغى بقاله 15 سنه، حطوا مكانه اهمال، تهور، استخدام قوه زي ده. الكره دي اهمال. يعني اهمال، انا بحاول العب الكره بس اعقت الخصم. نعيد تاني، الاهمال التعمد اتلغى بس عندنا اهمال. هنا الاهمال ايه؟ الراجل بتاع بيراميدز عاوز يلعب الكره، ما جاش في الكره، خبط في كهربا، ركله جزاء سهله، برافو البنا حسبها. واكد برضو عبد الرحمن آل علي حكم الفار عليها، وقرار ممتاز باحتساب ركله الجزاء. خلاص هنا في اعاقه، زي ما نعيد تاني مره يا كابتن، التعمد اتلغى من القانون ما عدا في لمسه اليد. هنا في اهمال، شفت الرجل اللي خبطت، خلاص في اهمال، اعاق اللعيب وقع، مع اخذ في الاعتبار لعيب ذكي جدا استغل احتكاكه ووقع، وده القانون بيديله السلطه في كده. نشوف الحاله اللي بعدها، حاله سيئه نادرا لما بنشوفها. دي العركه بقى دي قرار يا فندم، دي العركه خناقه، برافو عليك، عركه، كره طلعت بره، تمام، اللعيب وقع، خلاص دي سلوكيات لعيبات ان شاء الله. تخيل بقى ما الحكم يا عيني مساعد الحكم بيدافع، ايه اللي احنا بنعمله ده؟ بيدافع، بيقولوا يا جماعه معلش وبتاع، كل ده لازم هنا طبعا في رش انذارات. انما كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن الشناوي طرد. واحد بيخرج بره الملعب بيضرب زميل واللعب واقف بالمنظر ده، لا يمكن. انت بتجري 45 متر 45 متر الشناوي الشمال، صعبه. لازم يبقى في ثبات انفعالي اكتر من كده. كابتن الشناوي وكابتن منتخب مصر، انت خارج من جولك 45 متر بتجري بتضرب لعيب بره. لازم هنا كان يبقى في طرد. لو البنا مش هيطرد لازم حكم الفيديو ينادي، ممكن البنا ما يشوفهاش. هنيجي للحاله اللي بعد كده. هنا الناس تقول لك ده الفاول ده احتسبوا بالشكل ده على مين؟ هنا مين بقى؟ مين لعب الكوره؟ لاعب الاهلي. مين اللي بيراح يلتحم؟ لاعب بيراميدز. انا لعبت الكوره وشيء طبيعي رجله بالشكل ده، بص هو بيلعب الكوره، بص بقى اللاعب هو اللي بيكمل ورايح فيه. طب انا اعمل ايه؟ انا رجلي رفعتها كده، يعني خلاص الحركه بتاعت رجل لاعب النادي الاهلي مش طبيعي جدا هتفضل فوق في العالي. الالتحام جاي من لاعب بيراميدز، وبالتالي محمود البنا في احتسابه الخطا على لاعب بيراميدز قرار صحيح، ما هوش قرار اللي حصل عليه اعتراض والناس مش عاجبها. لا، الفاول واضح. مين اللي بيلعب الكوره؟ مين وصل له ولعبها الاول؟ لاعب النادي الاهلي، فبالتالي القرار قرار. بعد كده حاله هنا برضو، هنا عندنا في حاله ركله جزاء لصالح نادي الاهلي. لو البنا ما شافهاش يبقى لازم حكم المباراه، حكم الفار يتدخل. بس هنا لو هتحسب ركله جزاء يبقى عندك حاجه واحده، كارت واحد لازم يطلع، مش كارت اصفر، كارت احمر، لان دي فرصه محققه وفي منافسه بالجسم. هنا ما فيش منافسه، لو كان بيلعب بالرجل اوكي، بس هنا في الاعاقه بالايد، يبقى هنا في ركله جزاء، هتحسب ركله جزاء يبقى لازم كارت احمر. اللعيب بتاع بيراميدز ما بيلتحمش للكوره، لان بقى هتشوفوا، بص حسين الشحات خد الكوره في الاتجاه ده وبعدين عكس الاتجاه، بص اللعيب راح فين، ساب الكوره. يعني هنرجع بس نرجع من اللقطه دي. هنا بيرجع هتلاقي لاعب بيراميدز مش رايح للكوره، ده مش التحام عادل، لان هو بص الكوره فين وهو رايح بالشكل ده. وبالتالي هنا القرار هنا كان لابد من ركله جزاء، وحكم المباراه يعني الفار كان لازم يستدعيه. طبعا البنا بعيد والرؤيه هو لو ادى حسين الشحاته فرصه يا كابتن كان حط، لو ادى حسين الشحات فرصه كان حط جسمه
لا بص الايد والدفع. لا هو أيوة. هو علي راح لحسين، ما راحش للكوره. لو اداله يا كابتن فرصه، بص كان حسين رجع تاني حط جسمه قدامه. ما هو ما في استخدامات الزراعه الدفع واضح جدا. لا انا متفق مع حضرتك. انا بايدك يا كابتن يعني. يعني انا بتكلم في يعني هو حكم الفيديو، انا مش عارف ليه ما انا يعني ما استدعوش. واضح جدا الخطا واضح. يعني انا عايز اقول يمكن وضوح الخطا في اللعبه دي اكتر من حتى الايد يا كابتن راحه، يعني ايد علي راحه. واضح جدا هو مش رايح للكوره. الالتحام ممكن ده لو كانت الكوره في الاتجاه ده وهو بالشكل ده، كان الكوره في اتجاه وهو بيمنع. بص حسين الشحات عايز يروح ورا الكوره وهو بيمنعه. الكوره راح شمال اللاعب والمدافع، بيحصل الدفع لحسين الشحات. فبالتالي انا شايف ان كان في ركله جزاء كان على حكم الفيديو، لان محمود البنا ورا زي ما انتم شايفين التفاصيل دي مش شايفها. كان لازم حكم الفيديو كان لازم يجيبه ويوري له التفاصيل دي، والقرار في الاول وفي الاخر لمحمود البنا. فدي الحاله اللي كانت لابد منها تتحسب. الحاجه الاخيره بقى اللي كنت اتمناها، يعني محمد الشناوي بالشكل اللي عمله ده كان لازم ياخد انذار. طبعا تقول لي حكم الفار ما تدخلش بالشكل اللي بيعمله ده، كان لازم هنا بقى كان ده دور يعني الحكم. لكن محمود البنا حب ان يعني ايه بيهدي الامور وشايف اشتباكات كتيره، ولكن كان على الاقل هنا محمد الشناوي لازم ياخد انذار. وانا بعتبر التصرف ده يعني ما ينفعش حارس مرمى مصر والنادي الاهلي والحاجات دي كلها، ما ينفعش ردود افعاله تكون بالشكل ده، لان ممكن جدا لو النهارده الحكم شاف كده يطرد او حاجه من دي. لكن لابد ان كان محمود البنا يتعامل مع محمد الشناوي بشكل افضل من كده، خاصه في الحاله دي. مباراه صعبه جدا، بس بالرغم من الحاجات دي ان طاقم الحكام بصراحه محمود البنا عمل مباراه جيده. عنده حالات صعبه عملها باجتياز، انما الاخطاء اللي وردناها في كل مباراه في اخطاء لم تؤثر اطلاقا على نتيجه المباراه. مبروك طبعا التنظيم كان رائع، وانا بشكر بصراحه دكتور مصطفى المنيري، عمل النهارده مثال للفير بلاي. مصطفى المنيري ده فير بلاي، لازم ياخد جايزه بصراحه اللي عمله النهارده مع لاعبي النادي الاهلي. كابتن سمير بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كالعاده بتشرفنا وتنورنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير. بشكرك كابتن احمد. انا بشكرك جدا. كم من 10 البنا؟ يعني مش عايزين نقول كم من 10، انما المباراه كانت صعبه جدا. وهو لو يعني هي كم من 10 ليه مانعينها يا كابتن؟ لا يعني هو ادى المباراه بشكل جيد، ولكن الانذارات اللي كان لازم يديها في كام يا كابتن من 10؟ يا كابتن في ايه؟ بلاش كم من 10. ليه يا كابتن هيحصل ايه؟ انا ما بديش من 10، انا بدي الاداء بشكل عام. طب الاداء ايه يا كابتن؟ الاداء يعني هو بشكل كويس، لكن كان لابد انه يتعامل مع الحاجات بشكل اقوى من كده. شرفتنا يا كابتن. انا بشكرك جدا يا كابتن. كان يوم الحقيقة طويل، وكان يوم سوبر خاص جدا جدا. ألف مبروك للنادي الأهلي الكبير العظيم، ألف مبروك لجمهوره، هارد لك لبيراميدز، أداء رائع جدا. كل حاجة النهاردة الحقيقة كانت جيدة، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل للكرة المصرية. كابتن طه شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن سيف. شكرا يا كابتن. ربنا يبارك فيك. كابتن محمد شرفت بوجود حضرتك. شكرا يا كابتن سيف، شرف لي. كابتن أحمد شرف بوجود حضرتك دايما. ربنا يخليك. شكرا يا كابتن. كابتن عماد شكرا ألف مبروك وبتشرف دايما بيك. الله يبارك فيك. شكرا ليك. خلصنا النهارده، بكره ان شاء الله باذن الله يوم جديد. اشوفكم على الف خير.